مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة أنت قوى مذهلة. في الحلقة الأولى هضرنا على كيفاش العقل الباطن ديالك برمج على الخوف والشك ملي كنتي صغير. اليوم غندخلو لواحد المستنقع آخر غارق، وهو اللي مخليك ديما مربع يدك وكتقول غدا غنبدا. اليوم غادي نهضروا على الفخ الطموحات والمحيط السلبي. فاش كتبغي تاخذ الخطوة الأولى في حياتك، أول في بيزنيس ديالك، أول حاجة كديرها هي كتمشي تشاور مع المحيط ديالك. وهنا كتبدا الكارثة. كاتبه جين سينسيرو كتقول واحد الهضره قاصحه في الكتاب: اغلب الناس اللي دايرين بيك باغيينك تبقى كيف ما انت، ماشي حيت ما بغاوش تنجح، بل حيت النجاح ديالك غيفكرهم في الفشل ديالهم. في المجتمع ديالنا شحال من واحد ملي كيقولوا بغينا نديرو مشروع او بغينا نتعلم حاجه جديده كيجاوبوه وغير ارتاح، راه فلان دارها وما صدقش ليه، او بركه من الطبوحات وزيد جنب الحيط. هاد الهضره كتدخل لك للداخل وكتولي انت براسك كتبوحط على راسك، كتولي تختار اعذار باش تهرب من المسؤوليه. البلاد ما فيها ما يدار، الراسماليه ما كاينش، ظروف قاصحه، هادشي كله كدو كيقولها لك عقلك الباطن حيت ولف العجز الراحه الاسقاط والحل البديل. الحقيقه اللي خاصك تواجهها بها راسك اليوم هي هذه: المحيط ديالك بحال جاذبيه، الا ما جمعتيهاش الوقفه وتريتيه في راسك غيجرك ديما القاع. تخلص من دور الضحيه وحبس الطموحات والاعذار الخاويه. القوه المذهله اللي داخلك ما غتبانش وانت جالس كتسنى الظروف تزيان، الظروف كتصاوبها بيدك. دابا فرضيا انك فهمتي هذا الشيء وحيدتي الاعذار وقررتي كاع تبدل هذا المحيط السلبي وتجمعوا الوقفه، هنا غطيح اكبر واخطر عجز غيواجهك في حياتك كامله. واحد الحاجز اللي مخبي لك في الطريق بسببه 90% ديال الناس كيوقفوا في النص وكيستسلموا واخا يكونوا عقلانيين ومطورين. واش عرفتي شنو هذا الحاجز المرعب اللي كيتسناك؟ في الحلقه الجايه كيفاش غتقدر تهرس بلا ما يهرسك هو الاول. هادشي اللي غنكتشفوه في الحلقه الثالثه. كون واجد واشترك في القناه وفعل الجرس باش ما تفوتش الحلقه.